إن شاء الله النهاردة هنعمل تمليح الليمون الإيطاليا اللي هنفتح عليه إن شاء الله في رمضان، واستحالة تلاقي فيه مرارة، وكمان هقولك إزاي تاكليه خلال أسبوعين. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. عندي هنا 4 كيلو من الليمون غسله كويس جدا، وحاطه له ميه مغطياه بيها كده بالشكل ده. هاخده هرفعه على النار، انا عايزاه ياخد معايا غلوه واحده لمده 3 دقايق. طب هعرف ازاي ان هو اخد معايا غلوه واحده؟ بان اجي اضغط عليه بالشكل ده بصباعي يدي علامه كده. شايفين العلامه دي؟ أنا مش عايزة أسويه أكتر من كده، ومش عايزة ولا واحدة تفتح مني في المَيّة، عشان ده اللي هيقعد معايا إن شاء الله لرمضان. هاخد المَيّة المغلية بتاعته ديّة هاكُبّها وأحُط مَيّة عادية من الحنفية. أنا قعدته في المَيّة لمدة يومين، غيّرت المَيّة صبح وبالليل، يعني طول ما هو في الحوض معاكِ كُبّي كل شوية المَيّة من عليه، وحُطّي له مَيّة تانية عشان ينزّل كل المرارة الموجودة فيه. وكده بعد ما قعد معايا يومين، شايفين ولا واحدة فتّحت معايا. طبعًا هو الليمون هنا بيكون نسبة المرارة بتاعته بتكون أقل شوية من الليمون البنزهير الصغير. عندي هنا 4 معالق من العصفر، عليهم معلقتين كبار من حبة البركة، ومعلقتين كبار من الملح. ما تزوديش في حبة البركة علشان الليمون ما يغمقش معاكي. هقلبهم كويس جدا بالشكل دوت. وهاخد الليمون هبدأ ان انا اقطعها، انا هقطعها بالعرض مش بالطول، عشان لما اقطعها بالطول احس ان انا بقطع برتقانة وتحسي ان فصوصها بتبقى كبيرة شوية. لا، هقطعها كده بالجنب. وشايفين لما اجي اضغط عليها بصوا لسه جامدة معايا، يعني ما خدتش سوا كامل. شايفين؟ وادي المية اللي نزلت من الليمون. طبعا ده مش الليمون شارب مية ولا حاجة، لا دي مية الليمون، لأن الليمون الأضاليا بيكون المية بتاعته أكتر بكتير من الليمون البنزهير الصغير البلدي بتاعنا. هاخد بقى بمعلقة صغيرة، كل ليمونة بتاخد معلقة صغيرة كده من الحشوة. طبعا يكون عندك برطمان، يفضل إن هو يكون إزاز، يكون معقم كويس، وهنزل كده بالليمون. طب لو عايزة الليمون دوت تاكليه خلال أسبوعين، بتسويه شوية أكتر على النار، يعني بتقعديه ربع ساعة. هتحسي إن كل ليمونة بدأت إن هي تفتح منك من الجنب. كده معناه إنه هيقعد معاكي أسبوعين بس، ونفس الحشوة ونفس الخطوات اعمليها. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هاخد كل بقى الكمية كده وهرصها في البرطمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعًا هو الليمون المعصفر الأساسي المفروض إن هو ما يتسلقش ولا بيتحط له مَيّة، بيتحط له زيت بس. بس عشان ده ليمون حجمه كبير شوية وسميك، قشرته سميكة شوية، فيُفضّل إن إحنا بنسلقه. عندي هنا بقى ده المتبقي بقى من الحشوة، مش هارميه مع عصير الليمون اللي نزل من الليمون، هاخليه كده على جنب. طبعًا أنا عندي هنا 2 لتر من المَيّة، طبعًا غالياهم ومبرداهم، إحنا كبّينا مَيّة الليمون خلاص عشان إحنا عارفين إن هي هتكون فيها نسبة مرارة. فهنبرد المية. لكل لتر مية عليه 3 معالق كبار من الملح، يعني 2 لتر أخدوا معايا 6 معالق من الملح. وهضيف لها معلقة كبيرة هرمية من السكر. وعندي هنا باقي طبعا عصير الليمون بالحشوة اللي فضلت مني بضيفها كده عليها. وهضيف لها معلقة كبيرة من هريسة الشطة اللي احنا عملناها مع بعض. ولو ما عندكيش الهريسة الشطة ديت، ممكن تضيفي معلقة شطة عادية اللي هي البودر، ولو مش عايزاه سبايسي ما تضيفيهوش. طبعًا بيدّيه طعم حلو جدًا. وهابدأ إن أنا أقلّبه وأتأكد إن الملح عندي داب تمامًا بالشكل ده. هابدأ إن أنا أضيفه كده على الليمون. طبعًا أنا عايزة الليمون المَيّة كده باقول لكم إن هي كده مغطّياه، ما يكونش مغطّياه أوي، علشان الليمون لسه هيتفاعل ويتملّح وينزّل المَيّة بتاعته، يُفضّل إن أنتِ ما تمليهوش للآخر. وعندي هنا أهوّة ربع كوباية من الزيت، هاحطها كده على الوش عشان أتجنب أي هوا يدخل الليمون معايا. وهاقفله كده بأي كيس تلاجة عندِك، وأغطيه كويس جدًا بالغطا. وده إن شاء الله هنسيبه كده لرمضان نفتح عليه. وزي ما أنا قُلت لِك لو عايزة تاكليه خلال أسبوعين يبقى هتسوي الليمون شوية.
ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد سهل وبسيط، والليمون اليومين دول متوفر في السوق. جربوه هيعجبكم، وبالهنا والشفا.